عطور من وجهة نظري بتناسب هاي الشخصيات الفنية بالوطن العربي. على سبيل المثال رقم واحد منقول الزعيم عادل إمام، بناسبه أرامس 900 القديم أو أرامس الجديد، أكيد هو بيعرفه وأكيد مجربه. رقم اثنين الفنان العالمي عمرو دياب، بناسبه لوليون من شانيل، عطر فخم جدا بناسب شخصيتك الفخمة. محمد حمائي بناسبه جاز كلاب من ريبليكا، دافي زي ما صوتك انت كمان دافي. تامر حسني بناسبه اللور اوم سبورت واكستريم، فريش سويت ومنعش وفيه حياة. رامز جلال بناسبه عطر يزم من شركة رصاصي. هاني شاكر امير الاغنية العربية، بناسبك كارتيه باشا اي دي تي، رائع وفخم بناسب شخصيتك باعتقادي. محمد فؤاد بناسبك برادا لوم اي دي تي، فريش نظيف خفيف وبناسب شخصيتك الحلوة المرحة. احمد السقا ملك الاكشن، بناسبك اكيد كازاموراتي 1888، هذا العطر بناسب شخصيتك صيفي ربيعي ثابت فواح وسكسي. امير كرارة بناسبه من وجهة نظري كونه هو دائما بحب السهر ودائما بيحكي انه انا بحب السهر والليل، وبيلبس جلد، وهو كمان يعني بيلبس منيح وشكله كتير انيق وبيعرف يلبس. بختار له اومبري ليذر من توم فورد، عطر حامي خارق حارق متفجر وبنفس الوقت عطر كتير سكسي روح. القيصر كاظم الساهر، كونه هو بيلبس بدلات رسمية دائما في حفلاته ودائما شخصيته هادي ورزيني، بختار له عطر خارق حارق متفجر مناسب جدا 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 لطقم الرسمي ولسهر الليل ولكاظم الساهر. ديور اون بارفام، عطر صاروخ لمواصفات كاظم الساهر. وابقى قابلني.